اول حاجه عملها راح عمل كده. يبقى اول ما التفاحه وقعت على دماغ حرف الالف قال ايه؟ هو الاول كان اسمه ايه ولا كان اسمه الف؟ بالظبط، اسمه الف. بس اول ما التفاحه وقعت على دماغه راح طلع صوت اسمه آه اسمه ايه؟ برافو عليك، برافو اشطر، برافو عليكم، انتوا كلكم شاطرين. احلى سلام وتحيه على اطفالنا الحلوين دي. تأسس صح مع زينب الجمل، طفلك يبدأ صح وكان يكمل صح. خلاص، خلصنا الحروف. خلاص، عرفنا واتكلمت باستفاضة عن الطريقة الهرمية لبداية القراءة والكتابة. خلاص عرفنا الحروف اللثوية والحروف العضادة والحروف المفخمة. ولو انت لسه ما شفتيش الفيديو ده اتمنى ترجع على اليوتيوب، هتلاقي النشيد بتاع الحروف اللثوية والحروف العضادة والحروف المفخمة. والتلاتة دول يا جماعة ما تستهونوش بيهم، لأن هم في القراءة مهمين جدا 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 جدا. 5 جدا. خلصنا كل ده. خلاص، طفلي بقى ممتاز، بيعرف يميز كل حرف عن التاني بشتى الطرق. تعالوا بقى مع بعضينا نيجي لبداية القراءة في الصميم. أكتر حاجة ولادنا دايما بيبقى عندهم مشاكل فيها الحركات القصيرة، مع إن والله هي أسهل حاجة بالنسبة لي أنا كمعلمة بحب أدرسها للأطفال. لو رجعتي على اليوتيوب وبصيتي على أول فيديو أنا نازلة بيه من حوالي كام سنة، مش فاكرة والله، حوالي 3-4 سنين. تعالوا أقول لكم على القصة باستفاضة. فيديو النهاردة فيديو مهم جدا، فيديو مهم جدا وضروري جدا وضروري جدا جدا. دايما بلاقي معلمات أو معلمين يقعدوا يدوا الحروف 28 حرف على 28 حصة، كل حصة بناخد الحرف تاني من أول وجديد، ولكن نحط عليه الفتحة. تمام؟ طبعا أنا مش بحب الحكاية دي. الحاجة كل ما بتطول بتبقى دمها تقيل بالنسبة للطفل الصغير وبيمل منها بسرعة. تعالوا النهاردة ناخد حركة الفتحة بطريقة ظريفة ورقيقة وجميلة ومش أحلى من كده. يلا بينا نشوف إيه قصة النهاردة وحدوتها. وصلت لحد هنا؟ لايك وشير متنسيش. طيب، كان يا مكان يسعد يا إكرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. صلى على النبي المخلص الحبيب. كان معانا عيلة كبيرة قوي اسمها عيلة الحروف. اسمها عيلة الإيه؟ الحروف. برافو عليكم. مين كل عيلة فينا يا ولاد؟ مش كل عيلة عندنا حد كبير كلنا في العيلة بنسمع كلامه، صح؟ عارفين؟ حتى عيلة الحروف دي مكونة من 28 حرف. من 28 ايه؟ حرف. ال 28 حرف فيهم حرف كل الحروف بيحبوا يسمعوا كلامه، وهو الكبير بتاعهم طبعا، الكبير ربنا سبحانه وتعالى. انا بتكلم على كبير عيلة الحروف. مين كبير عيلة الحروف ده؟ ازاي؟ مين؟ الالف همزة. طب ليه؟ ليه الالف همزة؟ اشمعنى الالف همزة يعني كبير عيلة الحروف؟ عشان هو الوحيد اللي ليه كراسي. الهمزة هو الحرف الوحيد اللي ليه كراسي. ايه الكراسي دي يا مس زينب؟ مش هندخل في التفاصيل دلوقتي، دي ليها فيديو تاني لوحده ان شاء الله باذن الله. كان يا مكان يا سعد يا اكرام ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. عيلة الحروف حرف الالف همزه حب ياخدهم في فسحه جميله في الجنينه، وقال لهم يلا نلعب مع بعضينا في الجنينه. نزل معاهم حرف الالف وهم بيلعبوا وبيتنططوا وبيجروا حوالين بعضيهم. هنا اهو شايفين الالف والسين وكل الحروف كانت طالعه بتجري فين؟ جنب شجره التفاح، جنب شجره الايه؟ مين فينا بيحب التفاح؟ كلكم بتحبوه وانا كمان بحب التفاح. طب يلا، جه بيلعبوا هنا يا عيني، وفي الحته دي حرف الالف وقع. حرف الالف وقع فين؟ جنب شجره التفاح، جنب شجره الايه؟ التفاح يا عيني. ايه بقى نزل على دماغ حرف الالف عوره؟ التفاحة. ايه اللي نزل على حرف الالف يا جماعة؟ شايفين التفاحة؟ التفاحة نزلت على ايه؟ على دماغ حرف الالف وجعته. طب اول ما شايفين حرف الالف قد ايه؟ صغنونة اهو، الهمزة صغنونة. والتفاحة اللي ماما بتجيبها بتبقى قد ايه؟ كبيرة كده، صح؟ اول ما التفاحة وقعت على دماغ حرف الالف اول حاجة عملها راح عمل كده.
آه. يبقى أول ما التفاحة وقعت على دماغ حرف الألف قال إيه؟ آه. هو الأول كان اسمه آه ولا كان اسمه ألف؟ بالظبط، اسمه ألف. بس أول ما التفاحة وقعت على دماغه راح طلع صوت اسمه آه. اسمه إيه؟ برافو عليك، برافو أشطر، برافو عليكم، انتوا كلكم شاطرين. قال إيه؟ آه. قال إيه؟ آه. طب أول ما التفاحة يا عيني جت على دماغه اتفتحت. دماغه إيه؟ بالظبط، دماغه اتفتحت. طب أول ما دماغه اتفتحت هينفع ما إيه؟ ما وقع حرف ألف الهمزة وجروا ودوه عند الدكتور وربط له دماغه بالفتحة. بسرعة راحوا إيه ودوه البيت. بس الحاجة الغريبة هنا أول ما الحروف راحت لحرف الألف لقوه مبسوط، ما لقوهوش زعلان. فراحوا سألوه يا حرف الألف إيه مالك؟ إيه اللي مخليك فرحان مع إنك دماغك اتفتحت يا عيني وبقى عندك فتحة؟ قال لهم ما هي دي الحاجة اللي مفرحاني، إن أنا اكتشفت صوت. اكتشفت إيه؟ صوت. هو الأول كان اسمه ألف همزة، بس لما إيه؟ أول ما التفاحة جت على دماغه وراح وقع قال آه. قال إيه؟ آه. قال إيه؟ آه. قال لهم هو ده الصوت اللي أنا اكتشفته، صوت الفتحة. صوت الإيه؟ الفتحة. برافو عليك وبرافو عليكم يا شطار. يبقى إيه الحركة اللي اكتشفها حرف الألف؟ اكتشف صوت الفتحة. اكتشف إيه؟ صوت الفتحة. بالظبط. بسرعة حرف الباء راحت سألته طب ليه يا حرف الألف سميته فتحة؟ ليه سميناه صوت الفتحة بقى؟ حد فيكم يعرف؟ حد يعرف؟ برافو عليك. صوت الفتحة عشان حاجتين. أول حاجة فتحنا إيه؟ البق. ده بقي مش ده فمي. أنا لما جيت نطقت قلت ولا قلت فتحت إيه؟ بقي. فأنا قلت قلت إيه؟ آه. ده أول سبب. السبب التاني، أما السبب التاني يا أطفال يا شطار هو إن دماغ حرف الألف هي كمان اللي اتفتحت. يبقى إيه تاني اللي اتفتح؟ حاجتين، دماغ الألف اتفتحت وبق الألف أول ما وقع نطق آه آه. راحت حرف الباء قالت لي حرف الألف طب مش إحنا العيلة بتاعتك؟ طب إحنا كمان عايزين الفتحة. قال لهم عشان أنا بحب كل العيلة بتاعتي اللي هي عيلة الحروف، تعالوا كلنا نفتح بقنا وننطق الفتحة. بس شرط أساسي نعمل إيه؟ نفتح البق وننطق الإيه؟ الفتحة. نفتح البق وننطق الإيه؟ الفتحة. طب يلا معايا. احنا قلنا الألف أول ما التفاحة وقعت على دماغه بقى اسمه طب والباء؟ باء. والتاء؟ تاء. والثاء؟ تاء. والجيم؟ جا. والحاء؟ حاء. خاء. بصوا حركة الفتح ليها مقدار غير المد، يعني ما ينفعش اقول خاء لا. بصوا على ايديا. خاء دا ذا. لازم انا افتح ايه؟ بالظبط، برافو عليكم، افتح بقي. ذا را ذا ذا ثا شا صا ضا صا ظا ع غا فا قا كا لا ما نا ها و يا. بالظبط. يبقى كل العيلة دي كده دلوقتي أصبحت معاها صوت حركة الفتحة. صوت حركة الإيه؟ الفتحة. طب جالي طفل صغنون سامعاك، أنا سامعاك وأنت بتقولي دلوقتي سامعاك بتقولي طب ليه حطيناها فوق؟ ليه فتحة بتبقى مكانها فوق؟ أقول لك ليه؟ بص معايا. أول ما ما الألف وقع التفاحة جت فين؟ إيه؟ جت فين؟ على دماغه. يبقى احنا دماغنا فوق ولا تحت؟ بالظبط، برافو عليك، دماغي فوق. علشان كده اول ما التفاحه وقعت على دماغي فانا خليت الفتحه كمان فين؟ فوق. علشان كده الفتحه بنحطها فوق دماغ الحرف. يبقى الفتحه مكانها فين؟ بالظبط، فوق دماغ الحرف.
الفتحة مكانها فين؟ برافو عليك، فوق دماغ الحرف. صوتها علشان أعرف أنطقها بنطق إيه؟ لازم أفتح إيه؟ بقي. يبقى علشان أنطق الفتحة لازم أفتح بقي. لازم أفتح إيه؟ بقي أو فمي أو الماوس أو أيا كان. يبقى لازم أفتح إيه؟ بقي في نطق الألف، في نطق الفتحة معلش. أ ب ت ت ج ح ح د ذ ر ز ت ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي. ودي كانت كل الحروف العربية أو الهجائية اللي احنا خدنا عليها حركة الفتحة. يبقى كده مين كبير عيلة الحروف؟ برافو عليك، حرف الألف. وإيه اللي حصل له؟ التفاحة وقعت فين؟ على دماغه. بالظبط، برافو عليك. أول ما التفاحة وقعت على دماغه إيه اللي حصل؟ عمل إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ ودي كانت حركة الإيه؟ الفتحة. وكده توتة توتة طلعت الحدوتة. حلوة ولا بنتوتة؟ كده خلصنا قصة حركة الإيه؟ حركة الفتحة. طيب مستعدين تقولوا معايا الأغنية بتاعتها انشدتها؟ طب يلا عشان نغني للفتحة. يلا نغني. أنا الفتحة، أنا الفتحة، أنا شرطة صغيرة حلوة منورة، فوق الحرف مكان، فوق الحرف مكان، فوق الحرف مكان، بفتح فيها بق، بفتح فيها أنا الفتحة، شرطة صغيرة فوق الحرف مكان، بفتح فيها بق. أه 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 ب ب ب ت ت ت ت ت ت. وهكذا الأمر لحد آخر الحروف. لو وصلت لحد هنا أتمنى تحطي اللايك، ولو لسه مش من متابعيني أتمنى تتابعيني، وإن شاء الله بإذن الله في كل فيديو جديد وجديد. وأشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله بإذن الله. وإلى اللقاء في تأسس صح وعزيزي الجمل. تبدأ صح وكمان نكمل صح. مع السلامة.